السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كي دايرين؟ مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. الإخوة، اليوم غنهضروا على الرضاعة الحبيسة وشنو هما الفوائد ديال هاد الرضاعة. فبالنسبة لهاد الرضاعة الحبيسة الإخوان، فراهي سر من أسرار النجاح ديال هاد المشروع. وبسبب هاد الرضاعة الحبيسة كتكون كتعتق الخرانق ديالك من بزاف ديال المشاكل. أولا، شنو هي هاد الرضاعة الحبيسة وعلاش كننصحوا بها؟ الرضاعة الحبيسة هي فاش كتولد لينا الأرنبة ديالنا، كنسدو عليها الباب ديال بيت الولادة وما كنخليوش الأم تدخل عند ولادها إلا مرة وحدة في كل 24 ساعة. وفاش كتدخل ترضع ولادها، فاش كتفتح لها تدخل ترضع ولادها، هي كتخرج كتولي تعاود تسد الباب ما تولي تفتحو حتى دوز 24 ساعة أخرى. هذه الإخوان هي الطريقة ديال الرضاعة الحبيسة. دابا هضرنا على الطريقة ديال الرضاعة الحبيسة، ودابا غادي نتكلموا على الفوائد ديال الرضاعة الحبيسة الإخوان. ونفتحوا بعدا على الأمهات يدخلوا يرضعوا لنا الوليدات ونكملوا. بالنسبة للفوائد الإخوان، أولا الإخوان، كتمنع الموت ديال الصغار كيف ما قلنا بسبب الباب. يعني ملي كيكون الباب دائما مفتوح يقدروا الصغار يتعلقوا في الحلمات ديال امهم وتخرجهم مع على برا، يعني تخرجهم مع البلاصه تلقاهم ميتين بسبب الباب. ثانيا، الام فاش كتدخل مره واحده عند الصغار ديالها كلهم كيفيقوا في دقه واحده كيف ما دابا كتشوفوا، وكيكونوا كيرضعوا مزيان، يعني كلشي تيكون شبعان، ماشي واحد رادع وواحد لا. يعني تيكون واحد صغير وواحد كبير، ويقدروا يموتوا الضعاف حيت اللي كبار ما كيخليوهمش يرضعوا. وثالثا الإخوان، كنحميو الأم عاوتاني من الإجهاض. يعني ملي كيبقاو الأرانب الصغار مع الأم ديالهم دائما، لأن فاش كتدخل الأم كتخاف كتهرب كتدخل عند ولادها. فاش كتدخل عند ولادها ديك الساعة راه ولادها كيسحاب لهم راه دخلت ترضعهم، ضروري كيزيدوا باش بحال غيرضعوا منها، وتما كيبرزطوها لأن هي ما مهيئاش باش أنها ترضعهم، ما موجداش الحليب الكافي، وتقدر تعضهم اولا تبرك عليهم، يعني على حساب الانثى، كل انثى وكيفاش داير المزاج ديالها، يعني راه تقدر تقتل لك الاولاد. بهذه الطريقه كتخلي يعني الام مرتاحه. بهذه الطريقه ديال الرضاعه الحبيس كتخلي الام مرتاحه، وفي نفس الوقت كتجمع الحليب ديالها فرحتها، وكيكون كافي لكل الصغار اللي عندها، يعني كل شيء تيكون شبعان. بهذه الطريقة الإخوان راها سهلة، وفي نفس الوقت كيف ما قلت لكم كتضمن نسبة الإنتاج عالية وخسائر قليلة في المرنبة ديالها. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الإخوان تدعمونا بلايك والاشتراك، وتبارك الله عليكم، ونخليكم تولعوا شوية في هذا المنظر هذا الجميل. هاد الأرقام اللي كندير هنا هذا باش كتقيد على كل أنثى وشنو بالنسبة للتلقيح، بالنسبة للفاكسة ديالها، يعني أي حاجة كتقيدها لها. تكون عندك واحد الكارني فين كتقيد هاد المسائل هادي. هانتوما كيف ما كتشوفوا كلشي الحمد لله رضع كلشي شبعان. كتسالي كنسدو عليها بحال دابا هاكا. شرا تهز الخرانيق ديالك كتلقاهم كلهم شبعانين. هانت شوف تبارك الله. هادو هما الفوائد ديال هاد الرضاعة الحديثة. وهاد النتيوات مازالين كيرضعوا الوليدات ديالهم، تما غنصبروا عليهم حتى يخرجوا.
وغادي نعاود نسد عليهم. هذا هي الرسالات، غادي نسدو لها الباب. ها الوليدات ديالها، تبارك الله كلشي رادع، كلشي مزيان. باقا هاد الأنثى، ها هي تا هي سهلات. فهادي هي الطريقة ديال الرضاعة الحبيسة الإخوان. وتهلاو فراسكم، كيف ما قلنا ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك، وشكرا لكم الإخوان.